السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله باش نعملو سلامي في البيت، سلامي نظيف. مكوناته ساهلة وبسيطة. أول حاجة ناخذو صدور الدجاج، معاها ملعقة ملح، فلفل أحمر، فلفل أكحل، ملعقة ثوم، نصبو عليهم تقريبا نص لتر ماء مغلي، نحركوهم ونخلوهم تقريبا يغلو قرابيت 30 دقيقة لين تشيح المكونات متاعنا. هوني في الخلاط نعملو الشمندر أو نضربوها في الخلاط على خاطر بعد باش يعطينا لون طبيعي للسلامي متاعنا. هنا ضربناه في الخلاط باش نقومو بعصرو. كما قاعدين تشوفوا البنات السلامي ياسر لذيذ وبنين بنين بنين على الاخر، جربوه. كما قاعدين نشوفوا قاعدين نعصروا في الشمندر متاعنا، والصراحة عنده كثير من الأسامي. هوني صدور الدجاج متاعنا طابو باش نحطوهم في الخلاط كذلك. كاملين ونحاولوا نضربوهم مع بعضهم. استنوني تشوفوا اللون كيفاش ياسر جميل ومحلاه. شفتوا البنات هوني باش نزيد شوية ماء، ما حبش تضرب لي تقريبا كاس الماء. هيك تويكا هاك عطى النتيجة وتضرب. ما شاء الله ياسر لذيذ وبنين. هوني حطينا عليه تقريبا 30 غرام جيلاتينا، الجيلاتين خليتها بشوي ماء سخون هكاكا تقريبا 5-6 دقائق. نعاود نضربهم. هيك المكون متاعنا جاهز تويكا نحطه في أي علبة. إذا كان ما عندكش علبة للواحد تنجم تقص دبوزة متاع جازوز ولا أي حاجة كيما عملت أني، ونحطو فيه المكونات متاعنا ونخلوها تقريبا ساعة كاملة، أو ماذا بدنا نعملوه في الليل والصباح نستعملوه. هيك نخلوه في الثلاجة تقريبا ليلة كاملة. شفتوا البنات هوني خرجته من الثلاجة بعد بنهار. صعيب الصراحة باش هيك ونقوموا بتقطيعه ونقدموه على شكل سلطة. تنجموا تعملوا به كسكروتات للصغيرات كذلك ياسر بنين. البنات ما تنسونيش بلايك وتعليق واشتراك عايشكم. شوفوا اللي نقطعوا فيه ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ياسر بنين البنات.